قال ايه؟ طلع لك كلام دلوقتي اليومين دول الزمالك واداريين الزمالك ومدرب الزمالك يقول لك ايه؟ انا لو مكان بيراميدز، انا كزمالك لو مكان بيراميدز فانا ممكن اخد الدوري. انا كزمالك جماهيري ما بتشجعش فرق تانية، باصين ان جماهير الاهلي ان هي عملت يعني تحايلت على اداره بيراميدز وراحت حضرت الماتش بس ما شجعتش بيراميدز. في فرق بين ان انا احضر في الاستاد اشجع نادي تاني، وان انا حاضر عن طريق النادي المنافس بس انا بشجع ناديه. محدش من جماهير الاهلي طلع قال بيراميدز بيراميدز عشان 500 جنيه زي ما انت بتقول. فما تجيش تجادل في حاجه ملهاش لازمه. اول التصريحات اللي ملهاش لازمه طبعا اولها طبعا البيج بوس اسامه نبيه اللي كل مده كده يقوم مدينا تصريح يقول لك ايه؟ الزمالك لو ما كان بيراميدز كان خد الدوري. كنت خدت يا حبيبي، انت اتسحبت من قدام الاهلي عشان انت خايف من هزيمه. فما تقوليش انا كنت تاخد باماره ايه؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله. برضو صفحه محبين الزمالك كان جايبه لك المعلق عمر نعيم، نادي الزمالك ما ينتظرش مشجعين فريق تاني حتى يشجعوه. يعني الاهلي جماهيره ما راحتش شجعت بيراميدز، الاهلي جماهيره راحت تحايلت على اداره بيراميدز وحضرت الماتش بفلوس بيراميدز وشجعت الاهلي. في فرق انا بدل ما انا كسبتك جوه الملعب وبره الملعب. اما المدرب بقى، مدرب جوزيه جوميز طالع يقول لك مش من مصلحتي ان انا افوز على بيراميدز واخلي المنافس بتاعي ياخد الدوري. انت حتى لو ما كسبتش بيراميدز وبيراميدز كسب، ايه اللي هيقدم وهيأخر في مكسب الاهلي للدوري؟ بالعكس ده هيقلل منك انت، هيقلل من طموحك وقدراتك وشخصيتك مع الفريق مع قصاد اللعيبه. انت بالنسبه لهم بتقول لهم انا نازل اخسر. حتى في غيابات بيراميدز اللي عنده غيابات يعني فجه في التشكيل بتاعه بعد ماتش الاهلي، في ناس اتوقفت، في ناس واخده انذارين، في ناس اتطردت، في اصابات. كل الكلام ده المفروض في مصلحه الزمالك. تيجي انت تقول لي تصريح زي كده معناها ان انت ايه؟ فوت. انت اصلا لو كسبت هيقدم ايه ولا ياخر ايه؟ الاهلي باذن الله مش هيحتاج لحد. الاهلي قدامه 8 ماتشات ب7 نقط فرق، يقدر يعوضه، يضيف عليهم كمان فرق اكتر، ويقدر باذن الله يكسب ال8 ماتشات وما يحتاجش لحد. منتصر رفاعي طبعا دايما على طول كده شغال برضه، بيكتب تويتات برضه مثيره للجدل برضه عشان يركب الموجه. فهو بيقول لك انا الناس صفحات الاهلي فرحانه ان جماهير الاهلي جوه مدرجات بيراميدز بتهتف للاهلي. هم نفس الناس برضو اللي كانوا بيأكدوا ان جماهير الزمالك هتروح وتشجع بيراميدز في محاوله ان احنا نقلل من الزمالك. هو الزمالك قليل وجماهيره عامه، يعني مش محتاج ان انا اللي اقول كده. بس انت لما تطلع تقول لي، وبرضو هم نفس الناس اللي كانوا بيقولوا ازاي جمهور الزمالك يشجع بيراميدز وهو هياخد مكانه. طب عرفت دلوقتي مين اللي بيشجع بيراميدز؟ هم الاهلاويه. انت بتناقض نفسك. بص هنا انت بتقول ايه؟ انت بتقول عرفتوا مين اللي بيشجع بيراميدز؟ هم الاهلاويه. وعرفت هنا بتقول ايه؟ بيكتبوا استاد دلوقتي فرحانين ان في جمهور في مدرج بيراميدز بيشجع الاهلي. انت بتناقض نفسك يا ابني، انت بتناقض نفسك. مش الاهلي اللي جماهيره هتشجع فريق تاني ايا كان، حتى لو انت نفسك اللي هتاخد الدوري. انا مش هشجع فريق تاني، انا بشجع الاهلي بس.